السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. إخواني، كما تشاهدون هذه الأنثى التي أمامكم هي لأحد الأشخاص تقريبا عمرها أكثر من 2.5 عام، ولم تبيض ولم تنتج أي فرخ. وهذا عندما قام بجلبها لي اكتشفت أن غيار ريش عندها غير منتظم، يبدو أنها في غيار ريش مستمر، وهذه إخواني من الأسباب التي تعيق الإنتاج وتجعل الأنثى غير قادرة على الإنتاج، ولا تقوم ببناء العش ولا تبيض ولا تنتج أي فراخ. إضافة إلى ذلك، عندما كشفت على بطن هذه الأنثى وجدت أنها شحم. كذلك إخواني أن مرض التشحيم يعيق الإنتاج ويعيق التزاوج، سواء كان للذكر سواء كان للأنثى. هذه إخواني من بين المشاكل التي تعيق الإنتاج لدى الطيور، إذا كان غيار ريش غير منتظم أو التشحيم بالنسبة للطيور. هذا إخواني ما أردت تقديمه في هذا الموضوع البسيط. السلام عليكم.